في حاجه اسمها وكاله تابعه للتيك توك. اه دي منتشره مؤخرا كتير في مصر. الوكالات دي عشان نبقى عارفين بس كده داخل بين قوسين، المجال ده مش مرخص في مصر. لا مش مرخص. المجال ده بيترخص بطريقه معينه، اللي هو انا بعمل سجل تجاري يسمح لي ان انا ادير تطبيقات، مم. لكن هي مش تطبيقات لايف. لا فايا كان انت لو شغال في معظمهم على الشركه، فكرة مش شغالين دايركت حتى اللي معاه ورق، عشان انا يعني شفت الموضوع ده كتير، حتى لو انت معاك ورق في الشركه فانت مش مسموح لك تدير تطبيق بس مباشر. لا مش مسموح. بلس بقى انت لو وكاله فده اكتر، لان انت بتخش في جزئيه اتجار بالبشر. لو لا قدر الله حصل مشكله والمكان ده الحكومه جت فيه او اه الشرطه جت فيه، غير. فلو مش اونلاين، لو انت مش مستحرمه براحتك، بلاش تشتغل فيه اوفلاين، دي حقيقة. خصوصا مؤخرا لان المجال بقى عليه رقابه دي شديده يعني. حقيقة ده اه، كتير. فما ترميش بنفسك حصل في المجال كتير. ده. حصل كتير في كذا حد من زمايلنا اشتغل في برامج زي ما بنقول كده تحت بير السلم. ايوه برامج بتقدم محتوى خارج مثلا، او بتبقى متارجتة حاجات معينة، او بتبقى نصابة مثلا. مظبوط. فالناس دي بتشتغل لمجرد انه مثلا السالري عالي، ما بيبقاش فاهم ان هو ممكن يتحط تحت طائلة قانون في هو حاجة غلط المجال ده مثلا. السالري بتاعه عالي عامه. جدا. اه، زيه زي الالعاب. احيانا احيانا ممكن الالعاب اكتر. احيانا، بس الالعاب انا بشوفها يعني ايه، مش كتيرة. مش منتشره زي المجال ده، بس المجال ده الالعاب انتشر بشكل كبير قوي. يعني حاليا مثلا هتلاقي في السوق العربي في فوق ال الميدل 200 ايست فوق ال تطبيق. 200 300 اه تطبيق. كتير جدا. وهتلاقي مثلا 50 تطبيق تابع لشركة واحدة، هم اه، بيحبوا يعملوا اللي هو هو مرخص على فكره في الامارات، جدا. مرخص في السعوديه، منتشر في الامارات جدا، بس هنا في مصر لا، التشريعات لسه ما دخلتش في الحته دي. لا خصوصا برضو ان المجال ده يعني هو مش كله نفس الحاجه، في فعلا تطبيقات كويسه، في ناس ما بتوصلهاش ازاي تطبيق لايف هو كويس، لا، تطبيق زي التيك توك معاييره كويسه جدا. مم. انت ما ينفعش تدخن في اللايف، ما ينفعش تشرب اي حاجه مش مظبوطه في اللايف. مع ان برضو التيك توك انا بشوفه ان هو لسه مش سياساته مش صارمة قوي. المهم اللي انا عايز اوصله للناس اللي بتتفرج علينا في حته مجال لايف ستريم ده، اللي انا عايز اوصله لكم المجال ده بيتكون من ايه، المجال ده شغله ازاي، ماديا مفيد ولا مش مفيد، المجال ده مرخص في مصر ولا مش مرخص، لو انت اضطريت تشتغل فيه تعمل ايه، او لو انت بتشتغل فيه تعمل ايه، ولو جات لك فرصه فيه تقبلها او ما تقبلهاش، عباره بناء على المعلومات اللي عندنا اللي احنا ايه حاولنا نوصلها له. دي